تحدث منذر الكبير المدير الفني لرجاء البيضاوي المغربي عن خسارته أمام فريق الأهلي بثنائية نظيفة في ذهاب ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا. وقال الكبير في مؤتمر صحفي إن الفريق دفع ثمنا باهظا للأخطاء الذي وقع فيها واستغلها الأهلي جيدا بخبرات اللاعبين ورغم البداية الجيدة، موضحا أن اللاعبين لم يقصروا. وأشار الكبير أن الفريق سيطر على الشوط الأول وكان خاطرا، ولكن غاب الفعالية أمام المرمى في الوقت الذي سجل فيه الأهلي في الشوط الأول وأضاف الثاني في الشوط الثاني بسبب غياب التركيز. وسقط الكبير في مأزق كبير بعد السؤال عن مستقبله في ظل الخسارة اليوم وتراجع النتائج في الدوري المغربي، ليرد بسخرية: هل لو خسر الأهلي اليوم سوف تؤثر بمستقبل المدرب؟ كما رفض المدرب الرجاء الاستسلام، مؤكدا أن الفريق سوف يقاتل من أجل الحفاظ على حظوظه في لقاء العودة.